لما سيدنا الخضر وسيدنا موسى كانوا في رحلة اليقين مع بعض وركبوا السفينة اللي بيشتغل عليها شباب غلابة وما حيلتهمش غيرها، سيدنا الخضر كان عارف وقتها إن في ملك ظالم ومفتري، أي سفينة تعدي من عند حدود مملكته وتعجبه بياخدها غصب عن أصحابها كمان. سيدنا الخضر جاب حتة حديدة وفضل يخبط في جسم السفينة لغاية ما خرمها وخلاها معيوبة. احتمال وقتها لما أهل السفينة شافوا العيب زعلوا واتشائموا، ويمكن كمان ما كانوش يعرفوا ان الملك هياخدها منهم، وانه لما شافها بثقبها فسابها، وجايز يكونوا رجعوا بلدهم وهم متضررين من عيب السفينة وما كانوش يعرفوا ان قدر اخف من قدر، ومشكلة احسن من ازمة كانت هتخرب بيوتهم. وكم لله من لطف خفي، فلما يتسد باب ما تزعلش لان هيتفتح بداله ابواب، هتتعوض وترزق باللي يشتريك بالغالي ويشيلك في نن عينيه. خسرت حبيب هتكسب اللي تعشقه، ضاع منك حلم ربنا هيحقق لك اللي ما كنتش تتخيله. ربك اكرم من انه يعريك من حاجة من غير ما يكون محضر لك الستر البديل. لا تبكي على نجم السماء الذي فقدته، فلعل الله قد كتب لك القمر. ما تبصش تحت رجليك لكن بص قدامك، وانت هتلاقي ان مفيش حد اتحط في معادلة صعبة الا وربنا سهلها له، ومحدش زعل على الحلو اللي راح الا وبعد شوية قال كويس انه راح. وعلى رأي الشيخ الشعراوي لما قال إذا حرمك الله مما تريد فاعلم إنه سيعطيك مما تحتاج. خليك واثق في الله وهتفرج.